ازيكم عاملين ايه؟ انا لسه صاحيه من النوم. وصحيت متاخر بصراحه يعني. فقلت ان انا عايزه اعمل اكله بقى ايه سريعه. وخصوصا اصلا ان انا بقالي كام يوم مش بطبخ، بنقضيها سمك، اي اكل اي بتاع. فقلت النهارده بقى احنا عليهم مطبخ، يعني ادخل المطبخ. فتعالوا نشوف مع بعض النهارده هنعمل ايه. انا هعمل النهارده صينيه بطاطس بالفراخ. الفراخ بتاعتي انا غسلاها ونقعاها، كنت نقعاها يعني، وغسلاها كويس ومظبطاها، هي مقطعاها. هنا انا بشر البصل بالفلفل بتاع الطماطم. بصوا انا بعملها ني في ني، وحط عليها البهارات بتاعتي. بالمناسبه البهارات اللي انت بتحبيه حطيه، اللي انت عايزاه. انا بحط بهارات كفته، بحط بهارات فراخ مشويه، بحط ملح وفلفل. البهارات اللي عندك كلها حطيها، اللي انت عايزاها حطيها. وانا هنا مجهزه صينيه البطاطس بتاعتي، حاطه عليها الملح والفلفل. والبطاطس انا بحمل لها كمون، بحط لها كمون. وعندي دقه ثوم مفرومه اهي، ماشي. هاخد بقى من الخلطه بتاعتي اهي، انا ضربها في الكبه، البصل بالفلفل بالطماطم. هاخد منها كده كام معلقه، يا رب يكون واضح، على صينيه البطاطس. تمام. ودي هتبل بيها الفراخ. انا بحب استخدم ايدي نضيفه يا جماعه. همسك بقى صينيه البطاطس دي، هدعك كله كده في بعضه، سوري، هدعك كده كله في بعضه عشان كله يتبل كويس. على فكره بيبقى طعمها اطعم من الفراخ. انا بعملها ني في ني، خصوصا لما بكون مستعجله وما عنديش وقت ومانيش فاضيه. كده تقريبا كل البطاطس اتبلت بالتتبيله. مش عايزه اقول لكم بقى الريحه بتاعتها خطيره. انا عينيا حرقتني من البصل حنيبان. بصوا دي صينيه البطاطس بتاعتي اهي. كده انا عملتها بالبصله والفلفل وكله. انتوا مش مشغلين ليه البتاع؟ اهو كده هتبان اكتر. كده انا متبله البطاطس بتاعتي بتتبيله الفراخ، بيبقى طعمها اطعم من الفراخ. هنا بقى الفراخ بتاعتي اهي زي ما انتم شايفين، مغسوله ونضيفه كويس جدا اهي. هاخد حته حته كده، انا مقطعاها على فكره، بقطعها حتت صغيره. اتبلها عادي كده، وارصها بقى في الصينيه بتاعتي كده. يا ريت يكون واضح. وهكذا هعمل الفراخ كلها. بصوا حبايبي، انا كده جهزت صينيه البطاطس بتاعتي كلها اهي متبله. بس مش عارفه التصوير مبين ولا مش مبين يعني. اطفي الرينج لايت، تهيالي كده باينه شويه. البطاطس تحت ورصيت الفراخ بتاعتي عليها. انا بحب اقطع الفراخ بتاعتي. دلوقتي انا مش هسويها على طول، انا بحب اسيبها شويه. التتبيله كده تتبل في الفراخ قوي مع البطاطس، بتبقى تحفه. يعني ممكن اسيبها من نص ساعه لساعه. لما بكون مستعجله بسيبها نص ساعه ربع ساعه بصراحه يعني. انا بحب اعملها ني في ني. اللي عايز يحط لها عصير طماطم يحط، اللي عايز يسقيها لو عندك شوربه في التلاجة اسقيها شوربه تبقى روعه. ما عندكيش بقى بتحطي الميه وانت كده كده حاطه البهارات بتاعتك وكله. بس انا بحب اسقيها شوربه بصراحه. ممكن اسقيها كمان عصير طماطم، بس بتبقى تقيله بالطماطم، يعني انا مش بحبها بالطماطم، انا بحبها ني في ني كده، خفيفه وجميله. فدلوقتي انا خلصتها اهي، جهزتها. هسيبها شويه كده تتبيله تاكل فيها كده وتبقى طعمها جميل. عايزه اقول لكم ريحتها اصلا قلب المطبخ كله. ولما بحطها في الفرن عشان تستوي بتقلب البيت كله بصراحه، بتقلب الشارع تبقى جميله قوي. كل واحد بيعملها بطريقه اللي بتريحه. بس انا قلت لكم انا صاحيه متاخر النهارده وعايزه انجز واعمل اي حاجه بسرعه. فهي انجزتني الصراحه يعني. ببشر البصل بالفلفل بالطماطم في الكبه، واقطع البطاطس، وبكون غاسله الفرخه ونقعاها ومظبطاها وكله تمام. وتك تك 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 كله بيخلص. دلوقتي خلصت. هسيبها زي ما قلت لكم تاكل فيها تتبيله كده شويه وتتظبط شويه. وبعد كده هحطها في الفرن، بحط عليها رشه زيت او معلقه سمنه بس، وبحطها في الفرن. هي بقى بتاخد وتدي كده مع نفسها، بقى بتبقى روعه 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 زي ما بقول لكم.
منها فراخ مشويه ومنها صينيه بطاطس بالفراخ، فاهمين؟ فدي تتبيلتي. دلوقتي انا بقى هحطها شويه كده، التتبيله تاكل فيها كده وتاخد طعم التتبيله والبهارات والكلام ده، وهقوم حطها في الفرن. بعمل جنبها رز بشعريه، وبعمل جنبها سلطه. كل واحد وحسب بقى طريقه اكله واللي بيحبه واللي عايز يعمله. هنشوف بقى ورانا كمان نعمله. دلوقتي انا جهزت صينيه البطاطس بالفراخ مع بعض، وسويت الشقه كده على السريع، ظبطتها وطلعت دلوقتي اهو تشيل غسيل كمان. انا حاطه منشر داخلي على السلم، بنشر عليه الغسيل عشان احنا في توقيت شتوي، فبقلق انشر على الحبال بره في المنشر، فالجو يشتي او تمطر، تراب، هوا بتراب بتاع، فانا بنشر على منشر الداخلي. فانا خلصت بقى الشقه وطلع اهو، هلم الغسيل وهنزل اطبقه. بس قبل ما اطبق الغسيل بقى هعمل كده، هيبقى عدى وقت على صينيه البطاطس حوالي نص ساعه تقريبا. هقوم حطها في قلب الفرن، تابعوا معايا. دلوقتي انا رجعت للمطبخ تاني. هحط صينيه البطاطس في الفرن زي ما قلت لكم، و لما تطلع ان شاء الله هوريها لكم. بس هنزلها لكم بقى في فيديو تاني لوحده، شورتس كده قصير عندي على القناه، فيديو قصير يعني، فيديو صغير عندي على القناه، بتدخلوا شوفوها. واول ما الفيديو ينزل طبعا كل الناس اللي عامله لي اشتراك في القناه هينزل لهم مباشره يتفرجوا عليه. الناس بقى اللي اول ما تدخل عندي القناه اعملي اشتراك في القناه. ده روتيني. كان نفسي طبعا اصور لكم ان كنت بكمل الشقه وبظبط الدنيا، بس عشان كنت مستعجله وكده ومش عارفه اصور. فما تنسوش اللايك ودعموني. باي باي.